يا مساء الخير والحب والسعادة على كل حد بيتابعني على السوشيال ميديا. أنا مش عارفة أبدأ كلامي منين، بس اللي أنا طالعة أقوله باختصار إن كل حد في إيده نعمة يحس بيها، أيا كانت النعمة دي تحت مسمى إيه. الأب والأم والأخوات والأولاد والشغل وكل حاجة تندرج تحت كلمة دي نعمة. استشعرها، احمد ربنا ليل ونهار عليها واستمتع بيها على قد ما تقدر، علشان خاطر صعب أوي إن إحنا نحس بقيمة الشيء بعد الفقد. يعني أنا والدي الله يرحمه وهو عايش معايا أنا كنت عارفة قد إيه هو نعمة كبيرة، كنت عارفة قد إيه هو فضل من ربنا وهدية. بس بعد ما توفى الله يرحمه ويحسن إليه أنا عرفت أكتر وأكتر 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 قيمته. وده شيء مؤلم جدا يا جماعة، لأني لو كنت عارفة القيمة دي بقدرها ده وهو عايش، أقسم لكم بالله أنا يمكن ما كنتش غفلت عن إن أنا أستمتع بوجوده في حياتي، يعني دقايق كده معدودة من يومي. فالإحساس ده صعب، أنا مش عايزة حد يحسه. فاللي لسه الأم موجودة في حياته والأب موجود في حياته، ربنا يا رب يديمهم عليكم نعمة. استمتعوا بيهم على قد ما تقدروا، سيبوا الموبايل اللي ليل نهار انتوا باصين فيه وبصوا في وشوشهم. تصوروا معاهم على قد ما تقدروا، خرجوا معاهم، اعملوا معاهم ذكريات حلوة، سيبوا لهم بصمة حلوة في قلوبهم يدعلكوا بيها. وهكذا بقى على أي حاجة. يمكن أنا بتكلم على الأب أو الأم لأن هم من أكبر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليها بالإنسان للإنسان، وأنا افتقدتها. يعني الله يرحم الأم والله يرحم الأب. فالحقيقة نفسي بقى أي حد عنده والده ووالدته لسه عايشين يستمتع بيهم على قد ما يقدر علشان ما يندمش على أي دقيقة ضيعها. استمتع بقى بصحابك بإخواتك. كفاية مسكة موبايل طول الوقت، لدرجة إن إحنا حتى لمّا بنتجمّع وبنقعد مع بعض كل واحد قاعد ماسك الموبايل ووشه في الموبايل، مش باصص للي قدّامه، مش مستمتع بإن هو قاعد مع أخوه أو مع أخته أو مع صاحبه أو مع جاره أو مع أيًا كان المسمى، مش مستمتع بالقعدة. بكرة هنندم على الأيام دي، بكرة هنندم على اللحظات اللي إحنا ما استمتعناش بيها مع الناس اللي بنحبها بسبب الموبايل. تحياتي للجميع، مروة مهران.